مفيش حد بيتكلم غير على حاجة واحدة بس، مباراة بكرة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي. الحقيقة دايما ببقى سعيد جدا لما أقول كلمة إحنا دخلنا عهد جديد. إحنا دخلنا عهد جديد، دخلنا عهد إن مباراة الكورة بقت 90 دقيقة فقط لا غير، لا يوجد أي أزمات، لا يوجد أي مشاكل. الاستقبال الرائع والاستقبال التاريخي من جانب مسؤولي نادي الترجي التونسي، من التنظيم الرائع من جانب الأخوة والزملاء في تونس، استقبال سيادة السفير هناك، السفير المصري للكابتن محمود الخطيب وبعثة النادي الأهلي، كل حاجة على ما يرام. حد بيتفرج يقول لي يا عم ده عادي، ما احنا بنستقبل بعض كويس وبيستقبلونا كويس، واحنا في بلدنا التاني تونس وهم في بلدهم التاني. ايه الجديد؟ الجديد حديث الإعلام التونسي عن النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي وموقف النادي الأهلي. والنادي الأهلي ليس نادي، النادي الأهلي مؤسسة من سنوات السنوات أو من سنين السنين اتبنت وبتتواصل عليها الأجيال. امبارح سمعت أحاديث كتيرة جدا جدا على الإعلام التونسي على النادي الأهلي وهذا اللقاء، وإزاي الناس بتتكلم بشكل قوي عن النادي الأهلي، ازاي الناس بتتكلم على اللقاء، ازاي الناس بتتكلم على الترجي هيواجه فريق صعب، فريق النهارده متعود على البطولات، فريق عاشق للكاسات. النادي الأهلي عود الناس في أفريقيا إن المكسب طبيعي والخسارة هي الأزمة. النادي الأهلي ليه دايما مظلوم؟ وده سلوجن وعنوان أرجو الناس تحطه على السوشيال ميديا وجمهور النادي الأهلي يحفروا كده في قلبه. ليه النادي الأهلي دايما مظلوم؟ لأن عداد النادي الأهلي النادي الأهلي بيعاقب على عدم الحصول على البطولة، ولا يكافئ الحصول على البطولة. عادي، رقم بيتحط في الدولاب، رقم بيتحط في التاريخ واللي بعده، ولكن ياه لو الأهلي ما خدش البطولة أزمة. هو ده دايما قدر لاعبي النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيخشش بطولة عمره ويقول مش مهم دي، مفيش، انا دخلت بطوله نافس عليها، خسرت البطوله ازمه، والناس تزعل والناس تتضايق والناس كسب النهارده افريقيا، بص بكره على الدوري، خلص الدوري بص بكره على الكاس. هو ده دي سمات النادي الاهلي. فالحقيقه انا بوجه كل الشكر وكل التحيه لكل المسؤولين وكل الاعلام في تونس قبل اللقاء على الاستعداد الرائع للمباراه، الاستعداد المتحضر، وبالتالي طول عمر المعاملة بالمثل. إن شاء الله بإذن الله هيبقى هنا استقبال أكثر من رائع، إن شاء الله بإذن الله هنا احترام كبير من الإعلام لفريق الترجي التونسي ومسؤولي الترجي التونسي والإعلام التونسي واللعيبة السابقين كلهم بأحاديثهم، لأن في الآخر إحنا واحد. إذا كان بقى بيحصل زمان شد من هنا، جملة من هنا، قفشة من هنا، قصة من هنا، تسخينة من هنا، خلاص ما حدش حد يعرف يسخن. الصورة اللي أمام حضراتكم كابتن محمود الخطيب والسيد رئيس نادي الترجي التونسي وبعثة نادي الأهلي والسيد السفير المصري، محدش يعرف يسخن، محدش يعرف يقول لك في الاستقبال اعمل كذا، سوي كذا، هات زمامير، اعمل مش عارف ايه، ضايق الناس. محدش بيضايق حد، كله عارف، كله بقى عارف ان المباراة 90 دقيقة داخل الملعب. هو ده احنا يهمنا من المقام الأول أكيد ان الأهلي يكسب، وما بنتكلمش غير على كده، والجانب التونسي ما بيتكلمش غير على الترجي يكسب، وهو ده الموضوع وهو ده المهم. لكن الحاجات اللي كانت موجودة زمان والشد والجذب والشحن انتهى. نحن في زمن جديد من كرة القدم في شمال أفريقيا وفي أفريقيا وفي تحضر وفي لقاءات رائعة. على فكرة هي دي رسالة كرة القدم. نقفل دلوقتي بعد 5 دقايق هتلاقوني اتحولت واتكلمت، والمباراة والأهلي بينايم أفريقيا من المغرب، والأهلي والبطولة على الأهلي، ده حقنا، وده عقب على عدم الحصول على البطولة، ولا يكافئ الحصول على البطولة. عادي، رقم بيتحط في الدولاب، رقم بيتحط في التاريخ واللي بعده، ولكن ياه لو الأهلي ما خدش البطولة أزمة. هو ده دايما قدر لاعبي النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيخشش بطولة عمره ويقول مش مهم دي، مفيش، أنا دخلت بطولة نافس عليها، خسرت البطولة أزمة، والناس تزعل والناس تتضايق والناس كسب النهارده أفريقيا، بص بكرة على الدوري، خلص الدوري بص بكرة على الكاس. هو ده دي سمات النادي الأهلي. فالحقيقة أنا بوجه كل الشكر وكل التحية لكل المسؤولين وكل الإعلام في تونس قبل اللقاء على الاستعداد الرائع للمباراة، الاستعداد المتحضر، وبالتالي طول عمر
المعامله بالمثل. ان شاء الله باذن الله هيبقى هنا استقبال اكثر من رائع، ان شاء الله باذن الله هنا احترام كبير من الاعلام لفريق الترجي التونسي ومسؤولي الترجي التونسي والاعلام التونسي واللعيبه السابقين كلهم باحاديثهم، لان في الاخر احنا واحد. إذا كان بقى بيحصل زمان شد من هنا، جمله من هنا، قفشه من هنا، قصه من هنا، تسخينه من هنا، خلاص ما حدش حد يعرف يسخن. الصوره اللي امام حضراتكم كابتن محمود الخطيب والسيد رئيس نادي الترجي التونسي وبعثه نادي الاهلي والسيد السفير المصري، ما حدش يعرف يسخن، ما حدش يعرف يقول لك في الاستقبال اعمل كذا، سوي كذا، هات زمامير، اعمل مش عارف ايه، ضايق. محدش بيضايق حد، كله عارف، كله بقى عارف ان المباراة 90 دقيقة داخل الملعب. هو ده احنا يهمنا من المقام الاول اكيد ان الاهلي يكسب، وما بنتكلمش غير على كده، والجانب التونسي ما بيتكلمش غير على الترجي يكسب، وهو ده الموضوع، وهو ده المهم، وهو ده المهم. لكن الحاجات اللي كانت موجودة زمان والشد والجذب والشحن انتهى. نحن في زمن جديد من كرة القدم في شمال أفريقيا وفي أفريقيا وفي تحضر وفي لقاءات رائعة. على فكرة هي دي رسالة كرة القدم. نقفل دلوقتي بعد 5 دقايق هتلاقوني اتحولت واتكلمت، والمباراة والأهلي بينايم أفريقيا من المغرب، والأهلي والبطولة على الأهلي، ده حقنا وده. لا ثواني بس، ثواني، هو مين ده اللي مهزوز ومين ده اللي خايف بجد والله؟ النادي الاهلي يعني انت بتتكلم عننا، جماهير الترجي العظيم، انت بتتكلم عننا، بتتكلم عن النادي الاهلي ان احنا خايفين ومرعوبين وان البطوله بالنسبه لكم سهله. انتوا بتتكلموا بجد والله؟ الكلام ده بجد يعني اللي انا سمعته ده صح ولا ده هزار ولا ده افيه جميل منكم؟ افيه حلو ويضحك، وبصراحه ضحكني بامانه والله يا جدعان. هو يعني لينا في رادس حكايات، يعني دي جايه دي منين يعني؟ ما اكيد يعني احنا ما صحناش الصبح فاهمني، إيه جت في دماغنا ان احنا نقول الجمله دي فقلناها واخترعناها يعني. اكيد لها دليل لها موقف او مواقف حلو كده يعني. مش معقول يعني نكون احنا بنيجي عندكم في رادس كذا مرة ونخسر مثلا، ناخد على عينينا عندكم ويتحط علينا. وعلى فكرة ده هيبقى الطبيعي لما نخسر في رادس، ده طبيعي على فكرة يعني، ما فيهاش مفاجأة. او نتعادل نخسر يعني المكسب بقى، او ان احنا ناخد بطولة من عندكم من رادس، فهي دي المفاجأة، فهي دي الحاجة اللي غير منطقية والغير طبيعية صح. لما تكون بتلعب على ارضك غير لما تكون بتلعب بره ارضك. مظبوط الكلام ده يا جماعة؟ مظبوط. فانا لما اقول لك لينا في رادس حكايات، فدي معناها ايه؟ ان انا حضرتك مديك على عينيك. انا اسف في اللفظ على فكرة، عندنا في مصر اللفظ ده مش وحش. لما اديك على عينيك في رادس عندك، ده معناه ايه؟ يبقى مين المفروض يخاف، احنا ولا انتوا؟ انا فاكر انا في مرة من قريب مش من زمان قوي، لما حبيتوا تكسبونا عندكم في رادس ايها الترجي اللي انا بحترمه، عملتوا ايه؟ احداث شغب بقى ومش عارف ايه، والاتوبيس يحصل فيه ايه والكلام الفاضي ده كله يعني. لما بتحبوا تكسبونا بتمشوا بالطرق الملتوية دي، انما احنا زي الفل. صباح الفل.